حبايبي الحلوين، كل سنه وانتم طيبين. احنا قلنا نعمل النهارده حاجه فلاحي عشان العيش النهارده مفيش عيش. قلنا نعمل عيش النهارده حاجه لينه بقى. ماشي، حاجه لينه وحاجه جميله طعمها جميل. بصي انت لما تعمليها مش هتنسي حلاوتها. ماشي، تتعمل بايه؟ بدقيق ولبن وسمنه وشويه ملح وشويه سكر، ولو احتاجنا هنكمله ميه. تمام. بالنسبه اللي عايز يعمل مقادير بالظبط، 3 كيلو دقيق ليهم نص كيلو سمنه و2 كيلو لبن وتزودي الميه. ماشي، 3 كيلو دقيق ليهم نص كيلو سمنه و2 كيلو لبن وتزودي ميه مع شويه ملح. حلو. دولت بقى ايه؟ انا بجيب اللبن حبه قشطه على حبه قشطه على حبه قشطه، حوشت شويه حلوين، ورحت ايه ماسكهم خضام عامله حته سمنه. الخض بقى اللي بيطلعوا من السمنه دول، بصوا بتخلي الرقاقه حاجه تانية، بتخليها رايحه في طريق تاني خالص. تمام. عليهم شويه لبن وايه، وجايبه شويه ميه عشان حط الاول ايه شويه السكر، حط شويه الملح كده، احط شويه اللبن، اللي بيبقى باقي في الطبق دوت بيبقى ايه سمنه وحاجه جميله، ما تسيبوهوش ابدا يعني. بصي انا هفركه كده في الطبق وبعدين ارجع لكم عشان نعمل اهوت. انا حطيت ايدي في العجينه اهوت. ماشي، اهم حاجه ان العجينه لا تكون لابسه ولا طريه. اهي حطها بقى على الطبليه كده عشان اعرف اعجن. هعجنها ولتها حلو وارجع لكم وانا بحط السمنه، ولو احتجت ميه هوري لكم كمان وانا بحط ميه. السمنه احتجت شويه ميه اهوت، بزود الميه. الميه بتحليه، الميه بتحلي اللبن، مش ان انت تقولي عندي شويه لبن لا اعجن بيهم، لا، لازم يتحط في عجينك ميه. في اي حاجه بتعمليها، مثلا بتبقي بتعملي كيكه ولا لازم الكيكه يتحط عليها شويه ميه صغيرين خالص برضو. تمام. حليت بقى حلو اهو. ماشي اهو كده. بقى احط السمنه تحتي عشان تبقى لته واحده. تمام. ولو احتجت تاني هاخد. ما بالنسبه لك دولت اكتر من 3 كيلو يعني، فاما بالنسبه لك انت لو هتعملي 3 كيلو كفايه قوي عليهم نص كيلو سمنه عشان يبقى كويس. لا عليه سمنه ينشف ولا سمنته قليله يمط في بقك كده وانت بتاكلي. يلا هخلص اعجنهم واجيلكم. شفتوا بقى يا ولاد، انا عايزه اقول لكم على حاجه. حط المثل بيقول لك ايه، حط حاجتك في دارك وشوف مين اللي هيقضيها لك. يوم زي ده ما كانش فيه عيش في الطابون، تيجي انت قايمه عجنه وخبزه وشغاله فرنك وماليه بيتك خير وماليه بيتك حاجات حلوه بالخبيز وبالعجين. لقمه الراجل المقمره ما تاكلهاش الا كل مش شمره. لازم تشمري في بيتك، لازم تعملي في بيتك، لازم تبدعي في بيتك. ما تقوليش ما بعرفش. ما فيش حد اسمه ما بيعرفش، كله بيعرف كل حاجه. انت ما فيش واحده اسمها ما بتعرفش تعمل اكل في بيتها، ما فيش واحده اسمها ما بتعرفش تساعد جوزها، ما فيش واحده اسمها لا انت قلت لي مش هشتغل، لا انت قلت لي مش هعمل، لا، تشتغلي وتعملي. هي دي لقمتك ولقمه عيالك، علشان ما تحتاجيش حاجه شكل دي هتطلعي تشحتها منين بره. لازم يكون في بيتك الخير. البيت اللي ما فيهوش دقيق فيه الضيق، البيت اللي ما فيهوش دقيق بيكون فيه الضيق. وليه نضيقه على نفسنا؟ ليه؟ الدنيا حلوه وزي الفل والحمد لله. هتشتري الرقاق جاهز مش هتلاقيه زي بالحلاوه بتاعتنا دي. هتشتري القرص جاهزه مش هتلاقيها مش هتلاقيها بالطعامه والحلاوه اللي احنا بنعملها دي. بكفايه ايدك في الحاجه وعارفه انت عملتيها بايه، عارفه انت عجنتيها ازاي، عارفه انت حطيتي عليها ايه. تمام. اهو يا حبايبي عجنا خلاص. العجينه بقت عامله زي الملبن اهي.
زي الفل، هتبقى زي الفل ان شاء الله في التقريص. يلا اجيب الحاجه بتاعه التقريص وارجع لكم تاني. حضرنا اللوح وادي العجين وحطينا شويه دقيق على الفرشه كده ماشي، ونقرصها كده بقى. حاجه جميله وطريه، بطت ان شاء الله معانا بسرعه ومش هتاخد وقت خالص خالص. بس اهم حاجه تكوني انت تتقني الحاجه اللي في ايدك، مش ان انت بتعجني كده وخلاص، لازم تكوني عارفه انت بتعملي ايه. عشان يعني ده عجين، لا مش عجين، ده عجين، دي قرص، دي تبقى عارفه ديت ايه ودي ايه. كل حاجه وليها حاجه، لكل حاجه ليها حاجه ماشي. يعني مثلا القرص الرقاق بيتحطش عليه خميره، القرص بيتحط عليها خميره، هما نفس العجينه بس الفرق بين ديت وبين ديت الخميره، ودي بتروح لطريق تاني خالص ودي بتروح لطريق تاني خالص. تمام، مفهوش العجينه هي حلوه زي الفل على ما ترتاح، بس هي مش ما هيش طريه، هي عزها كده بصراحه. تمام ان شاء الله خير، ربنا يصلح الحال ويحسن ما بين ايدينا. هخلص تقريص بقى وارجع لكم تاني. خلصنا تقريص، شويه دقيق كده على الوش وبعدين تغطيها بمشمع. المشمع ده بيحمي وشها عشان ما تنشفش. شقه كده تيجي تحط عليها ايه تبقى ناشفه، ما تعرفيش تبططيها ولا البطاطا تمشي عليها. يعني شغل فلاحين بقى، محدش عيب يا ولاد، محدش عيب يا ولاد، اكل الفلاحين. يعني شوفوا البندر لو الطابوره وقفت ما بيلاقوش ياكلوا، عشان ما عندهمش لا دقيق ولا لبن ولا اي حاجه من الحاجات دي. انما احنا عندنا ما شاء الله حاجه وقفت الف يشتغل، حاجه وقفت الف يشتغل، ده يشتغل وده يشتغل، وكل الاكلات احلى من بعضها. الفلاحي دي حاجات جميله. يلا هغطي ونبدا بقى ايه نولع فرننا ونظبط حالنا. بدأنا تخطيط على ما صلحت الفرن بقى كده ونصلح حاله، على ما نصلح حاله كده. وبدأنا ايه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هو الرقاق ده ايه مش بمطه قوي، لان هو اكتر لبن وخض بتاع السمنه، فهو ايه لو رقيته قوي هيتقطع مني، فهو بيبقى حلاوته ان هو فيه ايه الطراوه شويه كده والندوه شويه كده، حلو جميل كده ماشي. وبنشوي بدنجانتنا اهوت، يعني النهارده هتبقى تحريشه بقى مع الحاجه اللينه. ربنا يصلح الحال كده ونخلصه ان شاء الله واوريهولكم في الاخر خالص. يلا وادي الرقاق اهوت بعد ما خلصناه اهو زي الفل اهو، زي الفل اهو اهو. يلا وبال حاجات كتيره حلوه. يلا كل سنه وانتم طيبين.